شهدت جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي التي أقيمت منذ قليل في مسجد الشرطة في الشيخ زايد عدم ظهور ابنتها الفنانة ناهد السباعي وسط بحث الحضور عنها سواء في المسجد أو في سيارة جثمان والدتها، ولكن لم تكن متواجدة تماما. وصرح مصدر مقرب أن ناهد السباعي لم تحضر جنازة والدتها بسبب تواجدها في لبنان من أجل تصوير مسلسلها الجديد نقطة سوداء مع الفنان أحمد فهمي، ولم تلحق حجز طائرة للوصول قبل الجنازة، ولكنها ركبت طائرة 6:00 مساء اليوم القادمة من بيروت. وحرص عدد من الفنانين على المشاركة في الجنازة منهم رانيا فريد شوقي والمنتج والمخرج محمد السباعي ابن الراحلة وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منى سماحة والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيري وابنتها قسمت حفيدة الراحلة وهنا شيحة، والمخرج محمد ياسين لقى سويدان دنيا عبد العزيز وزوجها، إضافة إلى مشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين دنيا سمير غانم، رانيا فريد شوقي وشقيقتها عبير فريد شوقي، بشرى أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل. المنتجة ناهد فريد شوقي تنتمي لعائلة فنية خالصة، فهي بنت الفنان الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعي وابنتها الفنانة ناهد السباعي ومحمد السباعي الذي يعمل منتج ومخرج وممثل في نفس الوقت. يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت في 25 ديسمبر عام 1950 وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها من فيلم هيستيريا الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 98، وفيلم من نظرة عين للفنانة منى زكي، واللعبة أمريكاني، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها لن أعيش في جلباب أبي، حديث الصباح والمساء، لومة القاضي، نونة الشعنونة، امرأة يلا للسقوط، رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان. وبكده تكون انتهت فقرتنا، لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.